الراجل بقى بيحب الست ايه؟ اللبسه قلعه. عايزه تسيطري على الراجل وتخليكي متحكمه فيه يمين وشمال وبمزاجك ويعمل اللي انت عايزاه، حسسيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا بوم طخ جدا جدا جدا. النهارده هقول لك على 4 و5 حاجات هتعمليهم وتخليه مهووس بيكي في العلاقه ما بينكم. والفيديو ده للمتزوجات فقط لا غير. البنات لا، مقبلين على الجواز لكن البنات مش متجوزين لا. خط احمر ماما، خط احمر حبيبتي. زي تحت كده في الفيديوهات اللي تحت كده اتفرجي على اي حاجه تانية، ولكن الفيديوهات دي بلاش خالص، لان هنا هنتكلم في العلاقه الخاصه. تمام؟ لو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. نبدا بقى الفيديو بتاعنا، وهقول لك على الحاجات اللي بتخلي الراجل مهووس بالست بتاعته وهي معاه في الفراش او معاه في العلاقه اللي ما بينهم. اول حاجه خالص وهي ان تكون الست دي مش ساكته. الست دي بتتكلم وقت العلاقه، ما يحسسوش ان هو معاه صنم، ما تحسسوش معاه مله، لا تصد ولا ترد. دي اول حاجه، لازم تكون بتاخد وتدي، تتكلم. هو لا السلام عليكم وعليكم السلام، اهلا بيكي يا مراحب، عارفه اللي هو ايه، رايح جاي، الدنيا بتاخد وتدي. ست نخشه، ست حلوه. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه معانا وان هي بتعرف امتى تتكلم وبتعرف امتى تسكت. وقت ما تتكلم يكون كلامها مغري، وقت ما بتسكت نظراتها هي اللي بتتكلم. الله، ده شعوذه بقى حضرتك. هو كده عايز ساحر؟ لا، هو مش عايز ساحر، هو عايز ست حركه، هو عايز ست بتحب الدلع، عايز ست مشغله ده وده الاتنين مع بعض. مش عايز ست مجرد شيل ايدي هنا حط ايدي هنا، لا، هو مش عايز ست كده. هو عايز ست يكون بقدر الامكان او باكبر قدر ممكن ملبيه لاحتياجاته. خليكي دايما مع الراجل، اعرفي هو احتياجاته ايه. ممكن مثلا انت مثلا بتيجي تسلمي عليه وتبوسيه، هو مش عايز سلام وبوسه، هو فاهماني، هو عايز سلام وحضن. فانت كل مره تقولي ده انا بسلم عليه وببوسه، ده والله العظيم ده انا بسلم عليه وببوسه، هو ده مش احتياجه. فانت هتعرفي ازاي احتياجات الراجل اللي معاكي الا اذا انت سالتيه ده. فالراجل بيكون حابب الست الملبيه لاحتياجاته، اللي مشبعاه قوي، اللي عارفه هو عايز ايه وبتديهوله. تمام؟ ده الراجل اللي بيبقى فعلا فاهم يعني ايه علاقه، وفاهم يعني ايه زوج وزوجه. فهو بقدر الامكان برضو بيحاول يتعامل مع الست اللي معاه بالشكل ده. تمام؟ وطبعا انت لو لقيتي ان في اختلاف ما بينك وما بينه في حته الرغبه، هو عايزك دايما طول الوقت، حتى لو انت مش مدياله احتياجاته وانت طول الوقت بعيد، برغم ان هو بعيد عنك انت برضو مش عايزه الموضوع ده، كده يبقى فيه عدم توازن وفقدان رغبه بين الطرفين. انت قليله جدا في الرغبه وهو عالي جدا في الرغبه، ودي ليها حل طبعا، قولي تحت في الكومنتات لو عايزه الحل بتاعها، واقول لك على فيديو ليها كامل لده. تمام؟ دي كانت نقطه مهمه. النقطه اللي بعد كده، بيحب الست اللي هي بتتكسف قوي 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 بس جريئه جدا. يا جينا نعملها زي دي حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، مش شرط تكوني بجحه، انت مش شرط تكوني ست لسانك لا، خلي بقدر الامكان انا مراتك حبيبتك جميله قطقوطه كتكوته الحاجات دي كلها، ولكن ما بتتلفظيش او ما بتبقيش الست الجريئه اللي الموضوع معاها بقى عادي. لا، كل مره يبقى الموضوع معاكي لا مش عادي، كل مره الموضوع اكنه اول مره. تمام؟ الا اذا في اوقات معينه بيبقى وصل للليفل معين كده، بيبقى لازم الست بتكون عامله كنترول على الموضوع، او بيبقى مره واحده بس، او بيبقى يعني مره كل فين وفين، ما بيبقاش دايم، ما بيبقاش ده الاساسي او ده المعتاد او ده المتعارف عليه. تمام؟ بقى حاجه كده زي عارفه اللي هو ايه، الفسيخ في شم النسيم، لكن مش طول السنه بناكل فسيخ، ومش طول السنه مانعين الفسيخ. تمام؟ الراجل بيحب الست اللي من النوع ده جدا. طيب الراجل بيحب الست ايه كمان، او اللي بيبقى مهووس بيها دايما، اللي دايما عندها افكار، اللي دايما بتفكر ده انا هنعمل كذا، لا ده انا كذا، بتحاول بقدر الامكان تدلعه. زي ما قلت لك في فيديو قبل كده، الموضوع ده لو بيبقى معاكي انت وجوزك ناجح، متفاهمين فيه، حابينه، عايزه اقول لك ان حياتك هتبقى جنه، جنه حرفيا، بتبقى جنه انت مش متخيله. وطبعا ستات كتير قوي 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 قوي. ومين اللي قال كده؟ اللي قال كده مش دكتوره ولا دكتور والحاجات دي كلها، اللي قال ده ستي وستك،
جدتي وجدتك، خالتي وخالتك، دايما يقولنا لا لو بسطتي جوزك، لو مفرحه جوزك، لو مشبعه جوزك، حياتك هتبقى وردي. ليه؟ هو عايز ايه تاني؟ خلاص كده انت ظبطتي له كل حاجه، انت مشبعه، انت مش مخلياه محتاج حاجه. فالراجل بيحب الست اللي عندها افكار، بيحب الست اللي عندها اختراعات، بيحب جنانك. الراجل بيحب الست المجنونه جدا. مفيش راجل يا جماعه بيحب الست الهاديه. كل الرجالات اللي كانوا عايزه هاديه، عايزه مش عارفه ايه، بعد الجواز هو هيحس ان هدوءها طابع عليه. فبعد كده حاجه من الاتنين، يا بيعجب بواحده مجنونه شعنونه روحها كده، يا بيعمل ايه تاني؟ يا بيقوم متجوز عليها. للاسف الشديد انا بنت خالتك وجاي اقول لك في الانسيكوريت ده للاسف ده اللي بيحصل. فحاولي تتجنني، ما بعرفش تعلمي. انت كمان الموضوع معاكي يبقى احسن لو انت هاديه قوي، جوزك يعني بيحب الهدوء قوي ده، وانت معاه هاديه قوي، وفجاه مره واحده لقاكي مجنونه، عارفه اللي هو هيتبسط ايه ده اللي هو ازاي. فالراجل بيحب الست المجنونه، بيحب الست المهيبره، بيحب الست اللي بيبقى عندها اختلافات، مره هاديه، مره ناديه، مره مجنونه، مره شعلانه، مره اي حاجه. انت اللي عليكي ده. مش لازم دايما الراجل هو اللي بيبادر، لا، في اوقات كتير قوي الست بتبادر والراجل بيبادر. الست مثلا يعني هو مثلا يشتغل يجيب لك الفلوس، يديها لك تعملي اكل، تمام، تتجوزوا، تخلفوا، انت تربي، فاهمه حاجه؟ فهو بيبقى 50-50، هو بيعمل حاجه وانت بتعملي حاجه. في تلك الحالتين انتوا الاثنين بتبقوا يعني ملزمين بده، او انتوا الاثنين مسؤولين على ده، تمام. دي كانت نقطه برضو مهمه. الراجل بقى بيحب الست ايه؟ اللبسه قلعه. يعني ايه يا دينا؟ يعني يحب الست اللي يعني مش طول الوقت الراجل بيحب اللحمه، مش طول الوقت الراجل بيحب العريان والمفتوح والمكشوف والمش لا 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 لا، مش طول الوقت الراجل بيحب كده. الراجل بيحب الست اللي تبقى لابسه عبايه بكم، مفيش اي حاجه فيها خالص، وضيقه جدا 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 جدا، مفتوحه هي فتحه واحده بس من عند الستر بس، انسي. طب لو كله مقفول بيبقى فتحتين بس من الجنب وبنستين من على الوسط والتندر من تحت والجرده ضيقه. حرفيا بصي انت كده وصلتي لاعلى ليفل، نانسي عجرم، يا خصمك يا صالحك لا. انا مش قادره اقول لك والله العظيم. هتفتكري بقى بالحركات والعريان ومش عارفه ايه، ده مطلوب، بيبقى له اوقات وبيبقى له حركات ومش عارفه ايه، بس الحاجات اللي هي بتوقع يا بيتش، تخلي الراجل مش على بعضه، الحركات او الحاجات اللي هي بتخليه اقولها لك ازاي، يعني عارفه انت اللي هو انا مش في دماغي انت، بس انا قدامك، عارفه انت اللي هو ايه، انا معديه، هو وانت اصلا انت بتعدي، فاللي هو الحلوه معديه، لا لا لا، تعالي بقى بقول لك، فاهماني؟ فالراجل بيحب الست دي جدا. الراجل بيحب الست اللي هي دايما بتحسسه بضعفها. عايزه تسيطري على الراجل وتخليكي متحكمه فيه يمين وشمال وبمزاجك، ويعمل اللي انت عايزاه، حسسيه بضعفك. والله العظيم 3، مفيش راجل بيحس ان هو اقوى من الست الا ويعمل لها اللي هي عايزاه. انت الراجل، انت الكل في الكل، انت السند، انت مش عارفه ايه، ولكن حددي قوي انت بتقولي لانهي راجل. ما يكونش معايا راجل توكسيك وانت عماله تنفخي فيه، ما يكونش نرجسي وانت عماله تنفخي فيه، يعني عارفه اللي هو ايه ده، في ايه انت بتنفخي في، انت هتخنقينا كلنا. فدي حاجات او بعض الحاجات اللي الراجل بيبقى مهووس بيها من الست، بيبقى مجنون كده مش على بعضه. لو عجبك الفيديو ده اكتبي لي تحت في الكومنتات، اعمل لك له جزء تاني، حركات بقى تانية كده وحاجات انت بتعملها في الاستخبص كده، كلمات وحركات وعيون وغمز ولمس وحاجات من دي. حبيبه قلبي بنت خالتك معاكي، لا تقلقي، اتجوزي يا بنت وافرحي، ولا تشيلي هم يا بنتي. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.